Translate from English into Arabic. Our youth must push the acceleration of development for better future for them and the coming generations. أولا الكيوردز. كلمة youth دي معناها شباب، وكلمة must معناها يجب أن، وكلمة push معناها يدفع، و acceleration دي معناها عجلة، بس مش عجلة اللي هي bicycle، لا، أقصد مثلا لما أقول عجلة التنمية فكلمة عجلة دي بنترجمها اللي هي acceleration. و development دي معناها التطوير، والverb منها كلمة develop. When are we going to develop a sense of trust? When are we going to develop a sense of trust? When are we going to develop a sense of trust? وحرف الجر اللي هو for ده عادي بنترجمه على أساس إنها من أجل. وكلمة better دي صيغة المقارنة من اللي هي الصفة good اللي هي أفضل. future اللي هي مستقبل. the coming generations دي اللي هي معناها الأجيال القادمة. يلا بينا نترجم. اتفقنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت انه لو الجملة اللي بالانجليزي وعايزين نترجمها بالعربي، لو الجملة فيها فعل، الفعل ده ما يكونش verb to be، فاحنا بنبدأ بترجمته الأول. فهنا عندنا فعل اللي هي كلمة must، فكلمة must ده فعل معناه يجب أن، يبقى لما هنيجي نترجم هنبدأ بكلمة must، مش هنبدأ بكلمة شبابنا، لا، هنبدأ بكلمة must. فهنقول يجب على شبابنا دفع عجلة التنمية من أجل مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة. Translate from Arabic into English. هل تعتقد أن العولمة يمكن أن تضيق الفجوة بين الثقافات والحضارات؟ أولا الكيوردز. أول كلمة معانا كلمة يعتقد. عارفين كلمة think؟ أغلبنا عارف إنه معناها يفكر، وبرضو معناها يعتقد. كلمة العولمة معناها globalization. وكلمة يضيق معناها narrow، وعكسها كلمة يوسع اللي هي broaden. Let's broaden our minds. Lawrence, let's broaden our minds. Lawrence, let's broaden our minds. Lawrence. كلمة فجوة معناها gap. الثقافات cultures. الحضارات civilizations. يلا بينا نترجم. Do you think that globalization can narrow the gap between cultures and civilizations? Do you think that هل تعتقد أن، وبعد كده الباقي من الجملة هي ترجمة كلمات يعتبر. Do you think that globalization can narrow the gap between cultures and civilizations?